أهلا بكم. اليوم غادي نهضروا على واحد القصة. قصة كيفاش واحد من أعظم الانتصارات في كرة القدم الإفريقية تحول في لحظة لأكبر فضيحة. القصة ديال نهائي كأس أفريقيا 2025 بين السنغال والمغرب، واحد الماتش اللي صعيب يتنسى، ماشي غير باللعب ولكن بالفوضى اللي ترات فيه. يلا ندخلوا في التفاصيل. يلا نتخيلوا المشهد. السنغال أبطال إفريقيا، أسود التيرانغا كيهزوا الكأس للمرة الثانية في تاريخهم وسط فرحة جنونية ديال اللاعبين والجماهير. كانت هذيك هي الصورة المثالية ديال واحد العرس كروي، ولكن ديك الصورة ما غاديش تدوم بزاف. ولكن كيف ما كيقولوا الفرحة ما كملاتش. ساعات قليلة من بعد ديك الاحتفالات بدات عاصفة من نوع آخر. الكاف فتحت تحقيق والأبطال لقاو راسهم في قلب فضيحة، كيواجهوا عقوبات قاسية وغرامات مالية اللي كانت خيالية. إذن السؤال اللي كيطرح راسو هو كيفاش ماتش ديال الكرة قمة في إفريقيا تحول من عرس رياضي للساحة ديال الجدال والفوضى والعقوبات؟ باش نفهموا ضروري نرجعوا للورا اللحظات اللي شعلت هادشي كامل. إذا نرجع بذاكرة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الأجواء كانت مشحونة على الآخر، النتيجة 0-0، والوقت الأصلي ديال الماتش قرب يسالي. كل شيء كيقول صافي غنمشيو للأشواط الإضافية، ولكن لا، الدقائق الأخيرة كانت مخبية لنا مفاجآت. شوفوا كيفاش وقعت الأحداث بسرعة. أول حاجة السنغال ماركت هدف، فرحة، ولكن لا، الحكم الغاه. علاش؟ خطأ على أشرف حكيمي. التوتر طلع، ومن بعد في الدقيقة 98 بالضبط الحكم كيمشي الفار، والقرار ضربة جزاء للمغرب. وكيف ما وصفتها قناة فوكس سبورتس، التوترات كانت أصلاً واصلة للحد ديالها، وهذا القرار ديال ضربة الجزاء كان هو النقطة لفيضات الكاس. بالنسبة للمنتخب السنغالي هذا القرار كان ببساطة ما مقبولش. وهنا فين غادي نشوفوا واحد المشهد اللي معمر وقع في نهائي قاري. ماشي مجرد احتجاج وصافي، لا، قرار بالانسحاب الكامل من الملعب. واحد المشهد سوريالي بصح. شكون اللي عطى الأمر؟ المصادر كلها كتأكد أنه المدرب ديال السنغال بابا ثياو. كان في واحد الحالة ديال الغضب اللي ما توصفش، وبكل بساطة قال اللاعبين ديالو خرجوا من التيران. قرار خطير كيضرب كل قوانين اللعبة عرض الحائط. تخيلوا معايا، الماتش توقف لمدة 15 دقيقة، 15 دقيقة ديال الفوضى والشك والترقب. العالم كله كيتفرج ومصدوم، والنهائي كان على وشك يتلغى وتخسر السنغال قانونياً. بطبيعة الحال رد الفعل ما تعطلش، وجاء من عند أكبر مسؤول كروي في العالم، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، اللي كان حاضر في التيران. الإدانة ديالو كانت قوية وواضحة جدا، وقال بلي داكشي غير مقبول وأن العنف ما خصوش يكون في رياضتنا. من بعد هاد العاصفة بابتياو المدرب اللي كان هو السبب الانسحاب خرج وقدم الاعتذار ديالو، قال باللي العواطف هي اللي سيطرت عليه وأنه ندم على القرار اللي خداه في ديك اللحظة ديال الضغط الكبير. مزيان، إذن من بعد هاد الفوضى كاملة والانسحاب والتهديدات، كيفاش رجع الماتش يتلعب؟ وكيفاش تحولت قصة الانهيار هذه لقصة انتصار تاريخي؟ هنا فين بان الدور ديال القاعد الحقيقي. ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي هو اللي شد زمام الأمور. التقارير كتقول أنه هو اللي هدر مع اللاعبين والمدرب وقنعهم يرجعوا للتيران باش يتفادوا كارثة كانت غادي تنهي الحلم ديالهم. وملي رجعوا للتيران بدارت الدراما ديال بصح. أولاً إبراهيم دياز تقدم باش يضرب البينالتي ودار ديك البانينكا الشهيرة، ولكن الحارس إدوارد مندي كان فايق ليه مزيان وشدها بكل سهولة. يا سلام، هاد اللقطة قلبت الماتش. مشاو للأشواط الإضافية، فين جا بابا جاي وسجل واحد البيت خيالي من بعيد وعطى اللقب للسنغال. وهكذا وبشكل لا يصدق السنغال اللي كانت على بعد دقائق من الخسارة بالانسحاب رجعت وربحت اللقب. سيناريو ما كنشوفوش حتى في الأفلام، كيبين لينا جنون كرة القدم. ولكن القصة ما سالتش هنا. يلا كنتوا كتحسبوا أن صافرة النهاية كانت هي آخر فصل، راكم غالطين. المعركة الحقيقية يلا كانت غادي تبدأ ماشي في التيران ولكن في المكاتب. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباشرة من بعد الماتش قدمت احتجاج رسمي للكاف. الطلب كان واضح: تطبيق القانون، والمادة 82 اللي كتعاقب أي فريق كان سحب بالخسارة. ولكن
اللجنة التأديبية ديال الكاف كان عندها رأي آخر ورفضت الطلب، وقالت باللي لا أساس له من الصحة. ووسط هاد الشي كامل كانت واحد القصة جانبية غريبة شوية اللي الصحافة سماوها حرب الفوطات. طوال الماتش جميع الكرات وبعض اللاعبين المغاربة بقاو كيحاولوا ياخدوا الفوطة ديال الحارس السنغالي إدوارد مندي. هادشي اللي كيبان بسيط كان عنده عواقب وخيمة وكان سبب مباشر في جزء كبير من العقوبات اللي جات من بعد. إذن شنو كانت القرارات النهائية ديال الكاف؟ كانت قاسية على الطرفين. المدرب السنغالي باب تياو توقيف 5 ماتشات مع غرامة 100,000 دولار. الاتحاد السنغالي براسو غرامة فايت 600,000 دولار. ومن الجانب المغربي إسماعيل الصيباري توقيف 3 ماتشات وغرامة 100,000 دولار. أشرف حكيمي توقيف 2 ماتشات، والجامعة المغربية تفرضت عليها غرامة ديال 315,000 دولار. أرقام كبيرة بصح. وهنا واحد النقطة مهمة بزاف وخبر مزيان بالنسبة للاعبين. الكاف وضحت أن هاد العقوبات كتخص غير المسابقات ديالها، يعني بحال تصفيات الكان الجاي، ولكن ما عندهاش علاقة بكأس العالم 2026. يعني هاد اللاعبين المعاقبين غادي يقدروا يشاركوا في المونديال بشكل عادي، حيت هاديك مسابقة ديال فيفا. في الأخير هاد النهائي بكل ما فيه من فوضى ودراما كيخلينا نطرحوا واحد السؤال كبير وعميق: ملي كيتلاقاو الشغف ديال الكرة مع الفخر الوطني وحتى مع السياسة أحيانا، شكون هو المسؤول الحقيقي على حماية اللعبة؟ السؤال كيبقى مفتوح للتفكير.